تعالي يا ست الكل نعمل احلى صينيه بطاطس باللحمه، وخطواتها سهله جدا على فكره، وفي تكايه صغننه كده. في ناس بتنسى تحطها وفي ناس كتيره بتحطها. بتخلي ريحه البطاطس وطعمها في حته تانية خالص. تعالوا نبدا نقول بسم الله. معانا هنا بطاطس طبعا الكميه اللي تحبيها، وجزر وفلفل حامي وفلفل رومي. طبعا حابه تحطي في نوع واحد من دول تمام، حابه تحطي الاتنين زي ما انا حطيت كده تمام. دي بقى التركيه الصغننه دي بقى ايه، 5 فصوص توم مدقوقين او متقطعين تمام. والتركايه الصغيره التانية اللي هي البصل كده يتقطع جوانح كده او جوليان. وهنبتدي بقى ان احنا ندعكه. لازم ندعكه بالفلفل الاسود والملح كويس جدا. هو ده بقى اللي بيدينا الريحه بقى الجميله، هو والثوم لصينيه البطاطس. لما ندعكه كده يطلع بقى ويدبل كده معانا، ويطلع بقى روايح تحفه، هتخلي ريحه البطاطس دي في حته تانية، والبيت كله هيشم ريحتها. كده انا دعكتها كويس جدا، قعدت ادعك فيها حوالي دقيقتين. وبعد كده هحط كمان التوم. شايفين كل المكونات دي احلى صينيه بطاطس هتاكليها في حياتك. هنحط بقى الكمون هنا وملح. طبعا يبقى كل التوابل بتاعتنا ملح وكمون وفلفل اسود. انا ما بكترش في التوابل خالص عشان انا ما بحبش التوابل الكتيره في الاكل. وحطينا شويه كزبره ناشفه وتكون ناعمه. معانا هنا شفشق خلاط مليان من الطماطم. اهو انا حطيت وسبت ربعه بس، وحطيت الباقي كله على البطاطس. هقلب بقى تقليبه كويس جدا عشان طبعا كل الخضار كده يتقلب في بعضه كويس جدا. وبعد كده بقى ايه، هحط بقى هنا شويه زيت. بس زيت يكون يعني ايه، يكون يعني زيت حلو، يعني ما يكونش ليه ريحه، عشان تكمل بقى كده صينيه البطاطس باللحمه، وتبقى كده طعمها حلو وريحتها حلو. تمام كده. معايا هنا اللحمه اتسلقت، ناقص لها بس يعني ايه تركه صغيره كده، يعني سلقه الا ربع، هتكمل بقى سوا مع صينيه البطاطس. هرص بقى هنا اللحمه بتاعتي على وش البطاطس تمام كده. هرص كل اللحمه على وش البطاطس، وبعد كده هسقيها بقى شوربه. شايفين، انا رصيت كل اللحمه هسقيها بقى شوربه. انا ما حطيتش ميه خالص في الوصفه بتاعتنا، خليها كده كلها تكون فوائد، وكده كده طعم وكده وريحه مش عايزه اقول لك بقى على الجمال. هنحطينا هنا شوربه لغايه لما نغطي البطاطس بس، يعني مش لازم نغطي اللحمه كمان. البطاطس من تحت كده كنت اتغطت بالشوربه تمام. طبعا الشوربه عليها فلفل اسود وعليها ملح ومتظبطه، يعني الحياء بتاعها متظبط. حطيت هنا كده الشوربه، وبعد كده هحطها على عين البوتاجاز من فوق، مش هدخلها الفرن دلوقتي. تمام كده. هنزل بقى باقي الطماطم اللي كانت فايضه معايا، الحبه اللي انا خليتهم في شفشق الخلاط، احطهم كده على وش الصينيه وهساوي كده بالمعلقه، واغطي كل اللحمه بالطماطم. تمام كده. طيب احنا شغلنا البوتاجاز، وهيبتدي بقى كده ايه تخش كده في الغليان وتبقبق بقى زي ما انت شايفه كده. هسيبها لغايه لما احس ان هي الشوربه ابتدت تقل، هبتدي بقى انزلها في الفرن واستوت خلاص، يعني استوت سوا كامل. احطها بقى في فرن البوتاجاز واولع عليها الشوايه من فوق. وبقت احلى صينيه بطاطس تاكليها في حياتك. ما تنسينيش بالله عليكي في اللايك والاشتراك للقناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد انا بقدمه. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون تجربوها.